قبل ما ابدا الفيلم حابب اقول لك وحشتنا صديقي، عارف اني وحشك يا معلم، ولذلك قبل ما نخش في الموضوع ونتكلم لازم تعرف ان القصه غير عاديه، حاجه مش طبيعيه، حاله من الدراما والاكشن والاثاره والخيال العلمي الامريكيه التي لم تراها الا عند مختار كوكلي ابن السواجي. كل اللي عليك في البدايه العاديه تصبر عليا علشان تستمتع بالقصه الخرافيه، والان اربط الاحزمه مستعد للفيلم. وبيبدأ الفيلم بنيه اللي بيصحى من النوم بيلبس هدومه وبيشرب عصيره وبينزل على الشغل، بيقول انا اتعلمت من الدنيا دي حاجه واحده ومآمن بيها، مش نظريه، تقدر تقول حاجه شخصيه حابب تعمل بيها امين، مش حابب هتقضي الباقي من حياتك تعيس وحزين مهما كانت صفاتك الحلوه. احنا كبني ادمين مش كاملين، كل واحد فينا فيه عيب لازم يعترف بيه، مش قدام الناس، المهم يعترف قدام نفسه. خليك فخور باللي فيك وحاول تصلح، لو ما عرفتش تصلح هتبقى عملت اللي عليك، ولو مالكش ذنب في اللي انت فيه فتأكد انها ميزه، وامشي وكأنك افضل واحد في الكون ده كله. بيوصل شغله بيكون شغال فين؟ في بنك صديقي، وفي منصب كبير نوعا ما، مساعد مدير البنك. بيخلص شويه شغل في مكتبه والمدير بيجمعهم كلهم، نت بيقف جنبه والمدير بيقول لهم انتوا مش موظفين عندنا، انتوا اخواتي، احنا كلنا عيله واحده، ولا انت مش معايا نت؟ بيقول له اكيد يا ريس. يقدر يقول غير كده صديقي؟ اسس يا ريس تعمل قرش كويس، هي بقت ماشيه كده. المهم نت بيفضل سرحان وهوب شيري بتحضر في المكان، موظفه في البنك، بينها وبينه قصه حب نظرات مدغدغه البنك يا صديقي، ولكن نت مش قادر يتكلم معاها لان عنده سبب مخليه واخد جنب من كل الناس، كالعاده بيبعد عينيه عنها، والبت صديقي من نظرتها هتموت عليه. المدير بيقول لهم خلاص زي ما اتفقنا يا شباب، وبالنسبه للكريسماس هنزل لكل واحد فيكم مكافاه، يلا كل واحد على شغله. نت بيرجع على مكتبه والزبون ده بيقعد يحكي له قصته، بيقول له والله يا عم ايرل انا ما عارف اقول لك ايه، يعني انت واخد قرض من البنك بضمان بيتك علشان تفتح بيه المكتبه اللي انت فاتحها دلوقتي، والمكتبه حالها نايم، ليه ما درستش المشروع ده قبل ما تاخد القرار وتفتح؟ الكلام ده انا ماليش ان اقوله لك، بس ما فيش حاجه في ايديا افيدك بيها، دي تعليمات احنا ماشيين عليها، لو ما دفعتش قسط الشهر ده هنحجز على بيتك والمكتبه، بجد انا اسف. بيقول له عارف يا ابني، عارف ان مفيش حاجه في ايديك تعملها، انا مش جاي هنا علشان تعمل حاجه اصلا، انا جاي ومستسلم للامر الواقع. بيقول له انا في خدمه صغيره كده ممكن اعملها لك، اخر الاجراءات لبعد الكريسماس، لعل وعسى تلاقي لك مخرج حتى تلحق بيتك. بيقول له على الله يا ابني، وبيسيبه يمشي. يخش المطبخ يعمل له كوبايه شاي، شيري بتقول له اخبارك ايه يا نيت؟ وهوب الشاي بيتدلق على ايديه، بيقول لها تمام انت عامله ايه؟ بتقول له بجد انا اسفه ما كانش قصدي. بيقول لها على ايه؟ قصدك على الشاي؟ لا ما حصلش حاجه. بتقول له لا استنى انا هدويها لك. بيقول لها لا انا كويس. بتمسك كمه وبتكون خلاص هترفع الكم، ولكن بيقول لها يا بنت انا كويس بجد انا كويس خلاص. منبه الساعه اللي في ايديه بيرن، بيقول لها انا لازم امشي حال، وبيسيبها ويمشي. بيخش المكتب يدهن مرهم حروق، وهوب بتخش عليه شيري بتقول له انت كويس؟ بص انا مش جاي علشان اقول لك خليني، انا عارفه ان بعد اللي عملته معاك ده هتمشيني من هنا، بس بجد بعيد عن الشغل انا بعتذر وزعلانه قوي من نفسي. بيقول لها لا اطردك ايه، انت ليك 4 شهور هنا ما كملتيش، وبعدين انت اديت الموضوع اكبر من حجمه، انا كويس صدقيني ما حصلش حاجه. بتقول له يعني مش هتطردني؟ بيقول لها لا طبعا، مال اللي حصل ده بالشغل، دي حاجه غصب عني. بتقول له طيب لو عايز تريحني خليني اجيب لك قميص بدل اللي اتبهدل. بيقول لها قميص مين بس يا بنتي، لعلمك ده اقل حاجه عندي. بتقول له طيب انت فاضي بعد الشغل نطلع نتغدى سوا؟ بيقول لها اكيد طبعا. بيحس نفسه اتدلع عليها، بيقول لها لا مش فاضي، قصدي يعني انا جبت غدايا معايا ومعايا فلوس كتير قوي مش محتاج حاجه يعني. بيطين الدنيا اكتر. بتقول له خلاص براحتك، وبتسيبه وتمشي. بيحس باللي هو عمله، هو بيقول انا ايه اللي هببته ده، لحد امتى هفضل جبان تعيس عايش لوحدي من غير لا حبيب ولا صديق؟ بيخرج وراها، هو بيقول لها استني ينفع نتغدى سوا؟ بتفرح قوي، هو بتقول له اكيد. وفعلا بعد الشغل بيخرجوا سوا. الويتر بتقول له ايه الاخبار يا فندم؟ غريبه اول مره اشوفك مع بنوته، وكمان بنوته زي القمر. بيقول لها لو نفسك فيها احطها لك في كيس يا خالتي. بتقول له قصدي يعني اول مره اشوفك مع واحده ست. المهم بقى هتاخدوا ايه؟ بيقول لها المعتاد حليب بالزبيب. شيري بتقول له مش المفروض هنتغدى عندكم كيك حلوه هنا؟ بيقول لها بصراحه ماليش في الكلام ده خالص. بتقول لي الويتر طيب معلش في كرانز عندكم؟ بتقول لها حظك حلو قوي، اخر واحده موجوده في الثلاجه. بتفرح قوي والست بتسيبهم وتمشي. شيري بتفضل مركزه مع نيت، هو بتقول له مالك؟ بيقول لها عادي دي طبيعتي. بتقول له معلش ما اعرفش، انت دايما قاعد في مكتبك وما بتكلمش حد ومالكش اختلاط باي حد، انا ما اعرفش اي حاجه عنك. بيقول لها بصراحه انا عادي جدا يعني، بس عندك حق انا بحب القعده لوحدي، حتى بعد ما بخلص شغل ما بخرجش من البيت، ماليش اصحاب خالص ومنعزل حبتين 3 لوحدي. بتقول له عادي بس غريبه مالكش حبيبه؟ بيقول لها لا طبعا. بتقول له اكيد منزل ابلكيشن قابلني شكرا؟ بيقول لها برضه لا ماليش في الكلام ده خالص. طلباتهم بتنزل لهم. شيري بتدق الكيك وبتقول له يا لازم تجربها. بيقول لها لا انا ماليش فيهم خالص. بتقول له دي فرصه ما تتفوتش، صدقني هتقضي الباقي من حياتك ندمان لانك ما جربتهاش اصلا، وانا مش هحلك الا لما تدوقها. بيقول لها صدقيني مش هينفع. بتقول له لا هينفع. بيقول لها بقول لك مش هينفع. بتقول له مفيش منه الكلام ده هينفع. بيقول لها اسمعي الكلام بقى، بقول لك مش هينفع.
هينفع. بتقول له قصدك ايه يعني مش هينفع؟ بيقول لها بصراحه كده انا عندي مشكله في جيناتي. بتقول له بجد؟ طيب كمل. بيقول لها خلل بسيط اسمه CEB. مش عايز اطول عليكي، انا ما بحسش بالالم زي الشاي اللي اتدلق على ايديا، انا ما كنتش حاسس باي الم ولذلك ما بقدرش اكل اي حاجه، لان لو كلت اي حاجه ممكن اكل لساني من غير ما اخد بالي. بتقول له بجد؟ يعني انت بطل خارق؟ بيقول لها تقريبا. لو انا دخل في رجليا مسمار ما بحسش الا لو شفت الدم مالي جزمتي، ودي حصلت فعلا كذا مره معايا. ابويا قبل ما يموت لف بيا مستشفيات العالم ولكن ما عرفش يعالج الخلل ده، لانه تقريبا ما حصلش مع اي حد في الكون ده كله غير. بتقول له انا اسفه لو كنت قلبت عليك المواجع. بيقول لها لا عادي، انت زحت من على قلبي هم كبير قوي، السر ده ما حدش يعرفه غيرك انت وصاحبي روسكو. بتقول له مين روسكو ده كمان؟ بيقول لها واحد عرفته على الانترنت ولحد دلوقتي ما شفتوه. بتقول له يا بختي، يعني انت بعد القصه دي كلها فاكر انك هتفلت مني؟ انت برضه هتدوق الكيكه وخليك واثق فيا مش هتعض لسان. يلا بقى افتح. بيفتح بقه وفعلا بياخد الحته بيستطعم. هو بيقول لها نهار اسود ايه الجمدان ده بجد حلو قوي. بتقول له ما انا قلت لك. بيقول لها ما كنتش فاكرها بالجمدان ده كله، يغور لساني قصاد القطمه دي. بتقول له اي خدمه يا عم، هو انت وراك حاجه النهارده بالليل؟ بينصدم وعلى بالليل بيلعب مع روسكو. هو بيقول له بس يا اسطى ده كل اللي حصل، بصراحه البت زي القمر مش عارف هقول لها ايه الصاب. بيقول له على ايه؟ بيقول له ما هي في اخر القعده قالت لي تعالى نخرج بالليل وانا قلت لها ماشي، وانا بصراحه مش عايزين نقفل الجيم ده النهارده. بيقول له جيم مين يا اسطى؟ انت هتفضل طول عمرك واخد ركن كده مع نفسك؟ لازم يا عم تحب وتتحب وتتجوز ويتجوز وهي جات لك الفرصه. قوم يا اسطى قابلها. نت بيسرح. بيقول له خلي بالك الوحش هيقتلها. بيقول له بصراحه كلامك صح. بيقول له اكيد يا عم صح، قوم يلا علشان تقابلها. وفعلا بيروح لها. بتقول له ايه الحلاوه دي، انا مش مصدقه انك جاي، اللي يشوفك النهارده وانت بتقول لي ماشي يعرف انك بتاخدني على قد عقل، بجد كنت فاكراك مش هتيجي. بيقول لها وانا اقدر. بتقول له طب تعالى معايا. بيقول لها قولي لي بقى انت منين؟ بتقول له من اماكن كتير، توسون وسيدار سيتي وسيكارمانتو، واتولدت في دار ايتام، والاماكن اللي بقول لك عليها دي عشت في كل مكان فيهم 5-6 سنين. وهوب الشخص ده بيخش عليها. بيقول له نوفوكي لسه عايش يخرب بيتك، احنا كنا فاكرينك مت يالا. بيقول له نصيب بقى لسه عايش. بيقول له هما رجاله، الواد نوفوكين اهو لسه عايش. شيري بتقول له مين ده بقى؟ بيقول لها ده كان زميلي ايام المدرسه. بتقول له ايه نوفوكين ده؟ بيقول لها ده اسم بيضايقوني بيه. بتقول له ايه اللي ضايق في نوفوكين؟ بيقول لها ما اعرفش صراحه، كل يوم كانوا بيضربوني بس انا ما كانش يهمني لان ما كنتش بحس باي حاجه اصلا. بتقول له حقك عليا، بس بصراحه نوفوكين ده لقب حلو قوي. بيقول لها متخلفين بقى فكك منهم. وهوب المنبه اللي في الساعه اللي في ايديه بيرن. بيقول لها معلش 5 وجاي. بتقول له استنى بس، هو ايه حكايه المنبه ده كل ما بيرن بتاخد بعضك وتمشي؟ بيقول لها علشان حمام الميه ما بحسش بيه. بيخش الحمام وبيخرج بيلاقيها قاعده مع الرخم ومقضيينها مسخره. بينصدم. وشري بتقول له انت دمك زي العسل. بيقول لها معروف بخفه الدم. نت بيقول لهم ايه الحلاوه دي، ده انا يا دوب دخلت الحمام بالسرعه دي. شري بتقول له ازيك يا ناس، صاحبك ده دمه زي العسل، وعلى ما اعتقد ان المدرسه فات عليها زمن، الناس بتتغير، انا بفكر ارجع الميه لمجاريها وترجعوا اصحاب تاني زي زمان، خدوا المشروب ده على حسابي. كل واحد بيرفع الكاس بتاعه. الواد بيشنق. هو بيقول لها ايه ده؟ بتقول له ده مشروب شطه، مشروب نوفوكين المفضل، اتمنى يكون عجبك. بتروح للنت تاني. هو بتقول له يلا يا عمري هديك سهره ما حصلتش النهارده. الواد بيولع والبت بتخرج بنت بره بتفضل تضحك. بيقول لها بصراحه انا كنت فاكرك ظبطت معاه، طلعت ممثله جباره، ده انا كنت قربت اصدقك. وقال ايه هروح معاك البيت وهعيشك سهره ما حصلت. بتقول له ما هو انا فعلا هروح معاك البيت. هو ده الكلام عندهم مفيش هزار يا صديقي. وفعلا بتروح معاها على البيت. وبتقول له يا انت قريت الكتب دي كلها؟ بيقول لها ما انا قلت لك ما بخرجش بره. بتقول له بس ده كتير قوي، ما انا قلت برضه مفيش حد يوصل لمنصب مساعد المدير بسهوله، وقريب هتبقى المدير على فكره. بيخرج وراها. بتقول له انا عرفت كل حاجه عنك، يا ترى مخبي حاجه تاني؟ بيقول لها حاجه واحده بس. بتقول له اكيد الحاجه اللي تحت كم. بترفع كمه بتلاقي الوشم ده. بتقول له هو ده بس؟ بيقول لها في صدري فيه تاني. بتفتح القميص. وبتقول له يا رسمه حلوه قوي، مين اللي عملها لك؟ بيقول لها انا اشرف من الشرف، انا اللي عاملها لنفسي. بتقول له مستحيل. بتبص في عينيه وعلى الكنبه بترميه. بتقعد على الانتريه. وبتقول له حاسس بايه ولا ما بتحسش في دي؟ بيقول لها كله الا دي. بتدي له واحده على الطاير. وبتقول له دي. بيقول لها ما تقلقيش الاحساس شغاله ست الناس. بتخش بيها على الاوضه. وتاني يوم الصبح بيصحى من النوم بيلاقيها صحيته ومشيت وسايبه له الرسمه دي. بيفرح قوي وبيخرج بره كله نشاط وحيويه وبيكون في منتهى السعاده. الحب ده نار يا صديقي، يدفكه وفي نفس الوقت ممكن تلسعه. المهم بيروح البنك وعينيه ما بتنزلش من عليها. بيخرج لها بره وبيقول لها اقول لها ليله امبارح غيرت حياتي. لا كده اوفر قوي. ليله امبارح كانت حلوه قوي. لا حلوه مين، هي كوبايه شاي. طب ليله امبارح كانت فتاكه. فتاكه مين، ايه شغل الغباء ده؟ بيقرب منها وبيكون خلاص هيوصل، ولكن الثلاثه دول بيخشوا عليهم. والمدير بيقول لهم ايه اللبس الحلو ده؟ بيقولوا انت لسه شفت حلاوه؟ بيخرجوا اسلحتهم. هو بيقول كل واحد ثابت مكانه. الكل بيثبت مكانه. هو ابن الحرمه بيقول خرجوا تليفوناتكم. بيلموا تليفوناتهم. هو بيروح
المدير بيقول له افتح الخزنه، بيقول له مستحيل، بيقول له ليه كده يا عمها؟ بينزل فيه تخبيط، واحد من رجالته بيقول له انجز دقيقتين والشرطه هتحضر في المكان وغطي شنبك ده. بيقول له لا مؤاخذه يا اخويا. هي يا مدير اخر كلام مش هتفتح الخزنه؟ بيقول له على جثتي. بيقول له طب ودع دنيتك، وبيرزعه بطلقه في نص دماغه وبيخلص عليه. شيري بتشوفه وهو بتكون في منتهى الرعب، بيقول له رجالته هاتوا مساعد المدير. يجيبوا له المساعد، هو بيقول له كام باص الخزنه يالا؟ ما بيردش عليه، بيكون مركز مع المدير اللي اتقتل وشيري اللي مرعوبه جنبه. ابن الهرمه بيفضل يضرب فيه وهو طبعا ولا حاسس باي حاجه. واحد من العصابه بيقول له يلا يا عمها فاضل دقيقه ونص. بيقول له بص لي يالا كام باص الخزنه والا هخلص عليه، مش هتتكلم. بيمسك شيري وبينزل فيها تلطيش قدامه، بيقول له خلاص سيبها هقول لك. بيرفع عليها سلاح، بيقول له يا عم ربنا هقول لك 2 6 3 2 0 1 ده رقم الخزنه بجد لو حبيت تروح هناك يا صديقي. المهم بيفتح الخزنه، هو بيخش يملوا الشكاير اللي معاهم دولارات، بيخرجوا بره بياخدوا شيري معاهم، بيلاقوا الشرطه مستنياهم بره. ابن الهرمه بيقول لهم اي حركه هفرتك دماغها، نزلوا اسلحتكم. بينزلوا اسلحتهم واولاد الهرمه بيخشوا فيهم بالاسلحه بيخلصوا عليهم. قائدهم بياخد الفلوس في عربيه واتنين فيهم بياخدوا العربيه ومعاهم شيري وبياخدوا بعضهم وبيمشوا من المكان. ند بيخرج بره بيلاقي افراد الشرطه كلهم على الارض ميتين، بياخد عربيه شرطه وبياخدها جري وراهم. بينزلوا تخبط فيه بالاسلحه ولا بيشغلوه، بيزحلق منهم شمال في شمال. واحد منهم بيقول لهم خلينا نتفرق، بيتفرقوا. ند بيقول يا ترى شيري في انهي عربيه؟ انا وحظي بقى. بيروح ورا ابن الهرمه ده بيلاقي الطريق مسدود، بينزل من العربيه وند بينزل وراه، بيبص في العربيه ما بيلاقيش شيري. ند بيقول له اثبت يلا مكانك، بيقول له هو انت؟ بيقول له هات امك اصلا انا مش عايز مشاكل. بيقول لي فين البنت اللي خطفتوها وانا هسيبك في حالها. بيقول له تسيبني انت مسكت سلاح قبل كده يالا؟ بيقول له مالكش فيه. بيلف ايديه الناحيه الثانيه بينطر منه السلاح في المطبخ ده، بيكسر عظمه. هو بيخش ياخد السلاح من المطبخ وهو ند بيمسكه من رجليه بيبعده وبيمسك السلاح ولكن ند بيستخبى منه. ابن الهرمه بيفضل يدور عليه وند بياخد الطاسه دي من على النار وبيخبطها بيه، بيبعد السلاح من ايديه. بيقول له انا اسف اخويا ما كانش قصدي. بيقرب منه فبيخبطه بالطاسه بيلسعه في ايديه. بيقول له هي سخنه ما خدتش باله وربنا. فين بينزل فيه تخبيط ما بيحلوش وند ولا حاسس باي حاجه. بيمسك السكينه دي هو بيقول له علشان خاطر انا مش عايز اذيه. قول لي هي فين؟ بيتوحى عليه السكينه بتيجي بالعرض ولا بتاذيه. الواد بيمسح المطبخ بيه، فند بيمسك كيس الدقيق بيفضيها عليه. ابن الهرمه ده بيمسك الساطور وند بيلاقي السلاح في الزيت، بياخده وبيرزعه بيه طلقه في نص دماغه وبيخلص عليه. بيقول له معلش يا اخويا انا اسف. انت كويس؟ انت ما بتردش ليه؟ لا هو ده ما بيخرج تليفونه هو بيصور الوشم اللي على دراعه. بيخرج بره وبياخد عربيته بيلاقي فيها الفلوس. بيتصل بروكس صاحبه وهو بيحكي له كل اللي حصل. بيقول له يا سلام وانت عايزني اعمل لك ايه دلوقتي؟ بيقول له الصاحب له عند صاحبه ايه؟ انا ماليش اصحاب غيرك يا اخويا. هبعت لك صوره وشم عايزك تعرف لي مين اللي بيعمل الوشم ده وانا هروح على مكان اشوف حد يخرج لي الطلقه اللي واخدها في كتفي دي. في الوقت ده الظابط مني بتقول للظابط ده ايه اللي حصل؟ بيقول لها زي ما شفت في الكاميرات يا فندم المدير اتقتل والمساعد بتاعه خد العربيه من الشرطه وتقريبا هو اللي وصل كل معلومات البنك دي للحراميه دول. بتقول له ممكن انا عايزه ملف اللي اسمه نيت ده. في الوقت ده ايرل في حد بيخبط عليه في المكتبه بتاعته بيقول لهم بتغدى يا ناس. بيقول له افتح يا عم ايرل انا نام. بيقول له يا ابن الهرم هو ده اللي هتاجلها لبعد الكريسماس؟ انا ما لحقتش اروح بيتي. بيدخلوه هو بيحكي له كل اللي حصل معاه، بيفتح لنفسه وبيخرج الطلقه والراجل بيكون في منتهى الصدمه ازاي خرج الطلقه من غير بان. بيقول له بس كده يا عم خلاص. بيقول له ربنا يقويك يا ابني روح انقذ حبيبتك ربنا معاه. بيقول له خلاص ماشي صح خد دول سد بيهم القرض اللي انت خدته من البنك. بيقول له بجد انا مش عارف اشكرك ازاي يا ابني بس صدقني طالما عملت الخير ده اكيد هتلاقي حبيبتك وربنا هينصرك على الكلاب دول. ند بيسيبه ويمشي وبيخرج بره بيلاقي صاحبه وبعت له اسمه وعنوان الشخص اللي عمل الوشم البان. بيروح جري على هناك. في الوقت ده الظابط مني بتوصل المطعم بتلاقي جثه بان بتتصل بيه وبتقول له ايه يا ناس انت فين؟ بيقول لها هروح الحق شيري. بتقول له بس ده شغلنا. بيقول لها انتوا خربانين 90% من الرهاين اللي بتتخطف في الحالات اللي زي دي بتموت ما بتعرفوش تنقذوها. بتقول له هي شيري دي حبيبتك؟ بيقول لها هو انت بتلحني على ايه؟ انت فاكراني انا مع الحراميه دول؟ بتقول له لا خالص. بيقول لها خلصانه ما تتصليش بيا تاني. هو بيقفل معاها. المساعده بتاعتها بتقول لها انا حددت موقعه يا فندم. في الوقت ده سيمون واندري بيكونوا وصلوا الورشه بتاعتها بيكون معاهم شاري. سيمون بيقول له يا اسطى اخوك اتاخر قوي بالفلوس المفروض موجود هنا من ساعه فاتت. بيقول له تفتكر ايه اللي اخره؟ بيقول له ما اعرفش ده اخوك انت ادرى بيه ممكن نزل يشتري سجاير اكيد يعني مش هيكون باعك وهرب بالفلوس مثلا عارف ان ممكن اقتلك وهجيبه وبرضه هقتله. بيقول له انت مش ملاحظ ان كلامك كتير وممكن اما يجي اخويا نزعلك انا وهو وناخد المصلحه ونمشي. بيقول له ولا انت لازم تخف كلام انا واثق في اخوك اكتر مني. بيبص على شيري وبيقول له خلاص بقى وقتك خلص. بيروح لها وبيقول لها ما زهقتيش من القعده دي؟ بصي انا اسف لان ضربتك في البنك لو عايزه تضربيني اضربيني علشان نبقى خالصين. بتقول له اخرس يا حيوان. بيقول لها انت عارفه بقى ان انا ما بحبش النبره دي في الكلام بس انا هصالحك وعارفك بتحب ايه وجبتهولك. بيرمي لها كيس الحلاوه ده بترميه بعيد. بيقول لها يا بنت الهرمه انت عارفه انا شاريه بكام؟ بتقول له اخرس بقى. بيقول لها يا بنت ما ترسميش الضوء. طب ايه اللي مزعلك؟ بتقول له ما كانش ده اتفقنا انا اديتك معلومات البنك كلها وقلنا هنسرق الفلوس بس مش هنقتل حد انت بقى قتلت المدير. بيقول لها هو ده اللي مزعلك؟ ما كنت لازم اخلص عليه علشان المساعد بتاعه يدينا الباسورد وهو ده اللي حصل. يا بنت الفلوس هتيجي وهنعدي الفقر وهننفذ خطتنا وهنعيش حياتنا بقى وربنا لا عايشك في مكان ما كنت تحلمي بيه ما احنا راسمين الخطه سوا. في الوقت ده ند بيوصل للراجل اللي عمل الوشم البان. البنت دي بتفتح له وبيخش جوه بيقعد على الكرسي. حمد ابو عجر بيقول له ها هترسم ايه؟ ازاي هتحلى ايه عندنا في مصر يا صديقي؟ انا بستغرب الكلمه دي قوي. عندك مثلا الحلاق بمجرد ما تقعد قدامه يقول
لك هتحلق ايه؟ المفروض اقول لك ام علي يعني ولا ايه؟ مش فاهم. بس في يوم دخل شاب كده صغير وانا بحلق وقال للحلاق تقريبا احلق لي وش الديك، الرجل الديك، المهم حاجه فيها الديك. لا اول مره اكتشف ان الفراخ بتحلق. المهم بيقول له في رسمه واحد صاحبي عاملها عايز اعمل زيها بالظبط. بيقول له فين دي؟ بيوريه الرسمه. بيقول له دي رسمه بين. بيقول له بين. بمناسبة انك تعرف بين، عايز اعرف انه ساب المكان القديم اللي كان عايش فيه ولا لا؟ بيقول له قصدك الورشة اللي شغال فيها وبينام فيها؟ بيقول له الورشة، مسميها اسم غريب. بيقول له المشكلة بين ما بيستقرش في مكان معين. بيقول له بالمناسبة صح، هي اسم ابوه يحير يا اخي، انت عارف بيتنطق ازاي اصلا؟ الراجل بيشك فيه، هو بيروح يمسك السكينة دي. بيقول له انا شاكك انك تعرف بين اصلا. بيلف له بيقول له ارمي السكينة دي وقول لي اسم ابو بين وعنوانه وعناوين زمايله والا هخلص عليه. وهوب البنت دي بتخبطه في ايديه، بتطير منه السلاح. الدكتور ده بيديله بنية، بيبعد عنها، بتيجي في البنت بتريحها على الارض. بيخبطوا ببنيه، بيضحك تقريبا زغزغه في وشه صديقي، بيردها له، بيرميها على الدميه، بيجيبه على الارض، بينزل تخبط فيه بكل غباء، هو بيحدفوا على الازاز ده، بيكسروا عليه، بيملى ايديه، وند بيكون في منتهى الغضب، بيقوم هيجان عليه وبالازاز اللي في ايديه في عينيه هبله على، بيكسر وشه وبيطير في الهواء وهي واحده ثنائي على الطاير ويوزع. بيجيبه على الارض، بيقول له انجز يلا انجز ولا خلص عليه. اسم ابو بين ايه وقاعد فين دلوقتي؟ يقول له بين كلار. بيكتب العنوان على ايديه، واندري بيقول لسيمون انا هروح اشوف بين اتاخر ليه، وبيسيبه ويمشي. في الوقت ده ند بيكون وصل شقه بين، هو بيخش جوه، بيخبط في الحبل ده، هو بيقول له ايه الصوت ده؟ بيكون صوت كوره شوك مغروزه في ظهره مش حاسس بيها، بيشيلها، هو بيخش المطبخ، بيدوس على فخ تاني، قوس بيضربه بسهم بيخش في رجليه، بيقول ايه ده كمان، بيحاول يخرج القوس ما بيعرف، بيخش على اوضه نومه، بيلاقي هدومه ومنهم لبس الشغل مكتوب عليه اسم الورشه بتاعتها، بيقولها صلاه العيد اخيرا، بيكون خلاص خارج، ولكن الحبل ده بيمسك في رجليه بيشعلقه، بيحاول يفك نفسه وما بيعرف، فبيتصل بصاحبه ريسكو، بيقول له انت فين يا اسطى؟ تعالى لي على العنوان اللي هبعته لك. بيقول له هببت ايه تاني؟ بيقول له معلش يا اسطى انا متشعلق ومش عارف افك نفسي. بيقول له 10 دقايق واكون عندك. وهوب اندرو بيحضر في المكان، بيقول له انت مين انت كمان؟ بيقول له انت مين هلا؟ بيقول له حرامي. بيقول له يا كذاب، اخويا فين هلا؟ وهوب سيمون بيتصل بيه، بيقول له اخوك مات يا اسطى والفلوس كلها مع مساعد مدير البنك. بيقفل معاه، هو بيقول لي نيت انت قتلت اخويا؟ انا مش هقتلك مره، انت لازم تموت 1000 مره. بينزله وبيربطه في الكرسي ده، بيجيب القصافه، هو بيبدا يقلع في ضوافره، بيقول له ايه رايك في القلم ده؟ نيت اصلا ما بيكونش واخد باله، بيقول له ما بالراحه حرام بالراحه. هو بيفضل مستني ال10 دقايق يقعد. ابن الهرمه بيجيب السكينه دي وبيكون خلاص هيغرزها في عينيه، ولكن روكسو بيحضر في المكان، بيخبطه بالمضرب ده، بيجيبه على الارض، بيقلع القناع، هو بيقول لي اخيرا يا اسطى شفتك. بيقول له اصلا انت كنت بتضحك عليا، انت كنت قايل ان شعرك ناعم وعينيك خضرا، انا كنت فاكرك توم كروز. بيقول له ما هو انا ما كدبتش عليك اخويا، في ناس بتكون فاكراني توم كروز لانه في شبه كبير قوي منه. بيفكوه وبياخدوه بالحاضر، بيكون خلاص ماشيين، ولكن ابن الهرمه اندري بيفوق وبيكون خلاص هيقتلوه، ولكن نيد بيشغل دماغه، هو بياخدوه بالرجل، بيدخل السهم في رقبته بينهيه. وهوب الظابط ميني بتقول له سلم نفسك يا نيد، البيت كله محاصر. نيد بيقول له روكسون عايز منك خدمه اخيره يا اسطى. بينزل من البيت وبياخدها جري من المكان، ميني بتاخدها جري وراه، ومره واحده بيقف مكانه، ميني بتقول له ارفع ايديك يا نيد، ارفع ايديك وسلم نفسك. بيرفع ايديه وبيقلع القناع، بيقول لهم نيد مين؟ نيد خلاص وصل وهيخلص على الكلب الاخير. وفعلا يا صديقي نيد بيكون وصل الورشه وبيخش جوه. الوقت ده شيري بتقول له سيمون كفايه بقى، احنا لازم نسلم نفسنا للشرطه. بيقول لها نعم يا الدلعدي. نيد بيخش من الشباك، وابن الهرمه سيمون بيعمر السلاح، هو بيقول لها الظاهر كده ان عقلك خاف، بيرفع عليها السلاح وبيكون خلاص هيقتلها، ولكن نيد بيقول له اثبت مكانك يلا. بيقول له حاضر معلش بس انت مين؟ بيقول له انا اللي قتلت زمايلك، وان كنت حابب ما تحصلهمش خليني اخد شيري وامشي. بيقول له بقى انت عملت كل ده علشانها؟ يا نهار اسواح، افتكرتك انت مساعد مدير البنك. ليه تصدق ان انا زعلان لك؟ ما انت ما تعرفش شيري دي بقى تبقى مين؟ شيري دي تبقى اختي، وانا اللي زرعها في البنك من 4 شهور علشان تجيب لي كل كبيره وصغيره عني. نيد بينصدم، هو بيحس الدنيا لفت بيه، وعلى طول بيفتكر جمله انا خدت الضربه بجد، انا خدت الضربه بجد. بيفتكر كل اللي حصل بينه وبين شيري، هو ما بيكونش مصدق الخبور اللي شاربه. شيري بتقول له نيه هو كل اللي قاله صح، بس صدقني اللي حصل بينا كان كله من قلبي، صدقني انا حبيتك بجد. نيد بيدوخ، وهوب ابن الهرمه بياخد منه السلاح، هو بيدي له واحده شنكي، بيجيبه على الارض، بيشوط وشه، هو بيقول له عارف انك ما بتحسش باي ضرر، مفيش حاجه هتاثر فيه، بس خلينا نجرب، هتتحمل وزن العربيه دي ولا لا؟ بياخدوا تحت العربيه، وفعلا صديقي بينزلها على وش شيري، بتمسكه من شعره، بيلسعها بحته قلم محترم، بيرفع عليها سلاح، بتقول له خد الفلوس وامشي وسيبني معاه. بيقول لها مش هينفع لانك عارفه كل اللي انا هعمله بالفلوس دي، وعارفه هروح فين بالظبط. هو بيكون خلاص هيقتلها، ولكن مساعد الظابط ميني بيخبطه بطلقه في جنبه، هو ميني بتخشه بالكلب الشاري، بياخدوا نيت على نقاله، هو بيحطوه في عربيه الاسعاف، وهوب ابن الهرمه سيمون بيخبط المساعد بطلقه في دماغه، بيخلص عليه، ميني بترجع له، بيخبطها بطلقه في جنبها، بيجيبها على الارض، بياخد شنطه الفلوس وبيطلع
بتطلع على شيري بالسلاح ولكن بتهرب منه وبياخد عربيه الاسعاف اللي فيها نيت وبيهرب منها. شيري بترجع لميني وبتاخد منها مفتاح العربيه، بتشيلها وبتاخدها جري وراها ونيت بفوق في العربيه. سيمون بياخد غرزه بيجيبه على الارض، نيت بيتحرك بيلاقي الكلبش في ايديه، بيجيب الطفايه دي هو بيفك الكلبش من ايديه، بياخد السلاح هو بيخبط سيمون بطلقه ولكن السلاح بيكون فاضي. بيقول له هخلص عليك يا عسى، بيقول له ايوه هتخلص عليا. بيبص قدامه بيلاقي جهاز الكهرباء ده، بيسيبه يشحن 100%. هو بيحط فرده على صدره وبيمسك يا صديقي وشه، بينشفوه والعربيه بتتخبط في الحاويه دي بتتقلب بيهم. الاتنين ما بيحصل لهمش اي حاجه ولكن ابن الهر ما بيخش النار وهو بينزل فيه تخبط بكل غباء، بيكسر عظمه اكتر ما هو متكسر. لا حرفيا يا صديقي بيمسك ايديه بيكسرها نصين، هو بيكون خلاص هينهيه ولكن شيري بتخبطه بطلقه في صدره ولا بتهزه. تقريبا الواد ده من الهند يا صديقي. بيمسك شيري بيكسر عظمها، نيت بيغضب هو بيقرب من الحقنه دي، بياخد واحده منهم بتفوقه وبيروح على سيمون اللي بيكون خلاص هيقتل شيري ولكن بيخبطه بسكينه في زوره، اخيرا بينهيه. نيت بيطب ساكت على الارض ومستحيل طبعا هيعيش بعد كل اللي حصل فيه. شيري بتاخده في الحضن الدافي اللي وصله للمرحله دي، هو بتقول له اوعى تموت من بعدك هيدلع المسخوط ويفك المربوط، قوم يا قرموط. قرموط ما بيقوم وشيري بتكون في منتهى الحزن عليه، وتعدي الايام وتفوت الاسابيع ونيت بيفوق في المستشفى. روكسو بيقول له الحمد لله على السلامه يا بطل. ايه يا عم المده كله؟ بيقول له ايه يا اسطى اللي حصل؟ بيقول له قول ايه اللي ما حصل، انت نزفت خارجي وداخلي وحروقي وشروقي، المفروض انت ميت يا اسطى. الكل مستغرب ازاي انت لسه عايش. بيقول له شيري كويسه؟ بيقول له اه كويسه. ميني بتقول له كل همك شيري؟ انا لسه راجع من المحكمه، عليك قضايا بالكوم، قتل وتكسير في المدينه وحوادث وسرقه عربيه شرطه. بيقول لها يعني انتوا جبتوني المستشفى علشان تخففوني وبعدها تشنقوني؟ بتقول له يا عم مفيش الكلام ده، انا ظبطت لك كل حاجه، اللي انت عملته في كفه وانقاذك لضابط شرطه في كفه. انا جبت لك براءه بس هتفضل تحت عين الشرطه 5 سنين، ما تقلقش محدش هيضايقك بس بلاش تعمل اي نوع. وبالنسبه لشيري خدت سنه سجن واتشقلبت علشان اجيب لها حكم زي ده، خلي بالك من نفسك. وبتسيبه وتمشي وتعدي الايام وتفوت الاسابيع وبعد 3 شهور نيت بيروح لها السجن. هو بيقول لها انا مستنيك على النار تطلعي. بتقول له هتستنى 9 شهور تاني؟ بيقول لها هو استناك العمر كله. بيقول له يا عم ماشي اشوفك تاني. بيقول لها الزياره الجايه. بتقول له ماشي يا نوفوكين وبتسيبه وتمشي. وهنا بينتهي الفيلم. اتمنى صديقي يكون كفيته ووفيت. حط لايك بقى لو نسيت وكومنت من قلبك يفرح قلبي يا ريت، واشترك في القناه وفعل زر الجرس علشان يجيلك اشعار باي فيديو جديد، وخش خد لفه في القناه صدقني وبكل تاكيد هتلاقي فيديوهات كتير هتعجبك. اشوفك الفيديو الجاي يا قمر. سلام.